السلام عليكم. رمضان كريم، تقبل الله صيامكم. اليوم اللي خرجوا مشاو للسوق يتقداو، كي جاوكم الاثمنه. اليوم النار في لاكار كما تنقولوا، العافيه شاعله في السوق. اثمنه ولا ارواح، ما كاين غير هاك بالك. كاين 17 16 15 10، كلشي ما كاين غير شير، كاين غير شير. اثمنه اللهم بارك، الخيال العلمي. ولكن رئيس الحكومه تيبشركم في الاجتماع الحكومي اليوم. خرج رئيس الحكومه تيقول لنا باللي انه الاسعار غادي تستقر وغادي تنزل، حيت هما ما بقاش دابا التصدير، حبسوا التصدير لاوروبا او افريقيا، وغادي ديك السلعه اللي كانت تمشي لبرا غادي تبقى هنا وغتولي عندنا الوفره، والاثمنه غادي يرجعوا للاستقرار ابتداء من هذا النهار هذا اللي هضر هو. وشدد على ان وزاره الداخليه يراقبوا الاسواق ويديروا دورات يوميه ويشوفوا الاثمنه وحدها والمضاربين. هذه الكلمه ديال المضاربين درت لي القوق في راسي. كيفاش الدوله ما عرفاش شكون هما هاد المضاربين؟ واللي زاد اكدها هو الناطق الرسمي ديال الحكومه. طرح ليه صحفي واحد السؤال على قبل هاد المضاربين اللي الدوله ما قدرش تسيطر عليهم، واش هما اكثر من الدوله ولا شنو كاين؟ هو قال لهم انا ما عارفهمش، ولكن نتوما الا كنتو عارفينهم قولوهم لي. كيفاش الحكومه ما غتعرفش شكون هما هاد المضاربين؟ ما يمكنش. وراه الدوله وعندها الشمشامه في جميع الاماكن. وراه الدرجه في داركم، الا طلعتي من درجه لدرجه تيعرفوك واش تحركتي ولا لا. وانت واحد تيتلاعب بالاثمنه، وكما تتقول الحكومه وما قديتوش تعرفوه. ما يمكنش. اذا هادو كبر منكم على هاد القبال. من نتوما ما غتعرفش شكون تيتلاعب بالسوق وشكون تيطلع الثمن. الا ما كانش عند الحكومه ما عندها حتى يد، خصو يبانوا هاد المضاربين هادو. خصهم يعطيوهم لنا، خصهم يشدوهم، خصهم يطبقوا عليهم القانون. ولا كانوا فوق القانون نعرفوها. الحكومه رافعه يديها على هادشي. الصحفي سألو بان الخطط كاع اللي درتو فشلات باش تحتويو الاسعار، ولكن الرئيس ديال ولكن الناطق الرسمي باسم الحكومه تينفي، تيقول لهم حنا ما فشلناش، ولكن بالعكس حنا قدينا نخرجوا بحال نقولوا نفوتوا هذيك الازمه ونحافظوا على واحد السعر ونديروا وتاينفي ان الحكومه عندها شي دخل في هذا الارتفاع ديال الاثمنه ديال الخضار، وتطردها ديما المضاربين. هاد المضاربين اللي هما براسهم تيقول لك ما عارفينهم. حنا راه ما بغيناش اللي غادي يهبط يشوف لنا الاثمنه ويقول لهم علقوا اخويا الاثمنه. حنا ما بغيناش هادشي. انا بغيت منين نهبط نلقى مطيشه هبطات تولي في المتناول ديالي، نلقى بطاطا هبطات تولي في المتناول ديالي، نلقى جميع المواد الاساسيه في المتناول ديالي، نلقى بزاف ديال الحوايج في المتناول ديالي. ماشي تتخرجوا في التلفازه تنسمعوا هضره وفاش نمشيو للواقع تلقاو حاجه اخرى. يعني خصهم يا اما تلقاو لنا شي حلول اللي مستعجله. راه ما يمكنش بنادم تيشد واحد الصالير اللي ضعيف مقارنه بديك المعيشه اللي كاينه. صالير ضعيف، راه 1000 ريال ولا 30 درهم ولا 40 درهم ولا 100 درهم، راه ما غدير حتى شي حاجه، راه ما بقات تدير حتى شي لعبه. يعني خصهم يديروا معنا شي حل. وبارك من ديك الهضره ديال التلفازه وعطاونا في ارض الواقع شنو كاين. حنا فاش نهبطوا للسوق خصنا نلمسوا التغيير، ماشي غير في التلفازه تنسمعوها وفاش نهبطوا للسوق تلقاو ثمن اخر. وتنتمناو من الله يدير تا ولد الخير ويكمل ما بقى على خير. وهادشي اللي عندنا اليوم، والسلام عليكم.